بعد النجاح الساحق اللي حققته مدرسة المشاغبين في سنة 73، فريق عمل المسرحية قرر يستغل النجاح ده ويقدموا حاجة شبيهة ليها. وده فعلا اللي نجحوا فيه لما قدموا مسرحية العيال كبرت. وزي ما مدرسة المشاغبين في ناس كتير هاجمتها وانتقدتها، العيال كبرت برضه استلمت نصيبها من الهجوم ده. على قد ما المسرحية دي ضحكت الناس وعيشتهم على طول في سعادة في كل مرة بيشوفوها في التلفزيون، إلا إن في ناس كتير شايفينها إنها برضو دمرت صورة الأب عند الأبناء، وخلقت عندهم مفهوم التمرد. أسرار كتير وحكايات ورا مسرحية العيال كبرت، كل ده هتعرفوه أكتر في فيديو النهاردة. بس قبل ما أكمل كلامي ياريت يا صاحبي تكون جهزت كوباية الشاي، لأن المشخصاتي هيبدأ الحكاية. الحكاية بتبدأ في سنة 1979. في السنة دي بيقرر المخرج سمير خفاجي إنه يجمع أبطال مدرسة المشاغبين عشان يرجعوا أمجاد الماضي ويقدموا حاجة شبه مدرسة المشاغبين، لكنها مختلفة شوية. وده اللي حصل. سمير خفاجي اختار سعيد صالح وأحمد زكي ويونس شلبي عشان يكونوا هما أبطال المسرحية. ولما تعرفوش إن عادل إمام كان هيشارك في المسرحية، لكنه اعتذر عنها لأنه وقتها كان بيصور مسرحية شاهد ما شافش حاجة. عادل إمام وقتها كان شبع من البطولات الجماعية، وكان شايف خلاص إنها مش هتفيده، وإنه لازم يركز على البطولة الفردية. وعشان كده رفض يشارك في العيال كبرت. انا معرفش هو كان هيعمل دور مين في الثلاث ابطال، بس انا بالنسبه لي لو كان عمل دور كمال اللي جسده احمد زكي كان هينقل المسرحيه في حته تانية خالص. قصة العيال كبرت بتحكي لينا عن أسرة مشتتة. رب الأسرة دي رمضان السكري اللي ما بيكونش مستحمل عيشته مع أولاده، وعشان كده بيقرر يهجر أسرته ويتجوز على مراته. وهنا أولاده بيقرروا إن هما يمنعوه، وبنشوف تمرد الأبناء على الأب. نفس التمرد اللي حصل في مدرسة المشاغبين على الناظر شفناه في العيال كبرت لما الأولاد تمردوا على أبوهم عاطف السكري. وهنا بنشوف ذكاء المخرج سمير العصفوري لما اختار حسن مصطفى عشان يقدم الشخصية دي اللي كانت شبه شخصية الناظر عبد المعطي. أيوة يا جماعة، احنا جايين نفكركم بمسرحية مدرسة المشاغبين، وهتشموا شوية من ريحتها في العيال كبرت. ورحمة أبوكم، لو انتوا دفنتوني بالحيوان في وسطكم ولا إيه؟ أول يوم العيد وانت بتتفرج على التلفزيون هتلاقي مسرحية العيال كبرت شغالة على قنوات كتير. أنا كمشاهد بسأل نفسي هي ليه المسرحية دي على طول بتتعاد على طول في التلفزيون. أنا بشوفها في السنة يجي 50 مرة، رغم إن في مسرحيات قدمها المسرح المصري، ولكن المسرحيات دي ما كانش ليها نفس التأثير عند المشاهد المصري. وهو ده اللي أنا قصدي عليه، الاستمرارية. نجاح أي عمل فني بيوضح من خلال استمراريته، ويا ترى العمل ده هيعيش قد إيه. وده بالظبط اللي نجحت فيه العيال كبرت. بالنسبة للضحك فزي ما سعيد صالح كان هو النجم الأول في المشاغبين، فحب أقولك إن تأثير مرسي الزناتي وصل لسلطان السكري وكان هو نجم المسرحية. نص إفيهات المسرحية دي قالها سعيد صالح. سعيد صالح في المسرحية دي دمه كان زي العسل. بنسبة صغيرة يليه في مساحة الكوميديا يونس شلبي. الكيمياء والتناغم اللي كانوا بين الاتنين في مدرسة المشاغبين استمر برضه في العيال كبرت. مش هنتكلم عن أحمد زكي في العيال كبرت لأن أحمد زكي مش كوميديان، ولو كان أي ممثل تاني شارك في المسرحية كان هيكون أفضل. بالنسبة ليا ناس كتير بتقول على العيال كبرت إنها شوهت الأسرة المصرية. هي ممكن المسرحية يكون فيها شوية تجاوزات، لكن ده أكيد مش غرض الكاتب، ومش ذنب الكاتب خالص إن الناس دي كان فهمها سطحي وبصت على النص الفاضي من الكوباية وملفتش نظرها خالص النص المليان. مع النجاح الكبير للعيال كبرت، سعيد صالح كان عاوز يعمل جزء تاني منها، والكل كان متحمس للفكرة جدا، لكن الجزء التاني من العيال كبرت ما اتعملش وفضل مجرد فكرة وحلم في دماغ سعيد صالح. قولي بقى انت ايه رأيك؟ هل كنت شايف ان العيال كبرت محتاجة جزء تاني ولا لأ؟ ويا ترى قصة الجزء التاني كانت هتكون عاملة ازاي؟ مستني رأيكم في التعليقات. وسلام. لو وصلتوا لحد هنا يبقى اكيد الفيديو عجبكم، فياريت ما تنسونيش بلايك واشتراك في القناة، وياريت كمان تفعلوا زر الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد. قليل الادب يمكن انما كذاب لا. ولولا انك اخويا العطيه صدرك مكتوب عليها اسمي. ايه ده مكتوب الملك فاروق؟ ما هو انا لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في قناة المشخصاتي عشان تشوفوا كل جديد المشخصاتي.